يقول الشاعر: وإني في هوى نومي متيم وما لي سوى النوم عشيقا. أنا ندى وده ندى توكس. تعالى أقول لك معلومات سريعة عن النوم. الكلام عن النوم وتفاصيله خد له أكتر من حلقة، وعشان كده جبت لكم أكتر المعلومات المميزة عن النوم عشان أحكيها لكم. في إحساس كده معظمنا حس بيه إذا ما كانش كلنا، لما تبقى داخل تنام من شوية ويا دوب بتروح في النوم وفجأة تحس إن أنت بتقع من مكان عالي وتقوم مفزوع. الشعور ده فسره أكتر من حد. معظم تفاسير الأحلام بتقول لما تحس بالإحساس ده يبقى أنت محتاج تقرب من ربنا شوية وتكسر من العبادات. والله أعلم ده صح ولا غلط، لأن تفاسير الأحلام مش من اختصاصي. أما بقى العلماء بيقولوا لك إيه؟ بيقولوا لك إن الظاهرة دي اسمها هايبانيك جيرك. ده بيحصل في النوم الخفيف، لما بتكون إيه لسه داخل تنام، لسه بتروح في النوم أو واخد لك تخفيلة بسيطة كده. بيحصل إيه بقى عشان الإنسان يحس بالشعور ده؟ درجة حرارة جسمك بتبدأ تقل وضربات قلبك كمان، فالدماغ بياخد السيطرة التامة على الجسم ساعتها، فبيرسل لك زي حلم بسيط كده علشان يفوقك ويصحيك من النوم. ودي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى، لأن الإنسان لما بيدخل في الحالة دي لو ما صحيش ساعتها لا قدر الله ممكن القلب يقف. فتاني مرة لما تقوم وحاسس ان انت وقعت من حتة عالية، ساعتها فوق واغسل وشك واحمد ربنا ان انت قمت بالسلامة. المعلومة التانية: بنتقلب ليه واحنا نايمين؟ اولا الدراسات بتقولك ان الانسان بيتقلب في حدود 40 مرة خلال الليل واحنا نايمين. طب احنا اصلا ليه بنتقلب؟ بص، واحنا نايمين وزن جسم الانسان بيكون اكبر من وزن العضلات والاوعية الدموية اللي داخل جسمنا. لما بنكون نايمين مثلا على جنب واحد فبيحصل عملية ضغط. لما الضغط ده بيشد، ربنا سبحانه وتعالى خلق جوه اجسامنا مراكز للاحساس بالضغط. فواحنا نايمين لما بنضغط على العضلات والاوعيه الدمويه، في الحاله دي الاوعيه الدمويه بتدي اشاره للمخ ان في ضغط دلوقتي، وساعتها بيحصل ايه؟ المخ بيدي اشاره للعضلات علشان نقدر نتقلب على الناحيه الثانيه. وعشان كده الاشخاص اللي بتدخل في ثبات بيكون في مرض زي غيبوبه لا قدر الله او حاجه وحشه، لازم اللي بيقوم برعايتهم يقلبوهم من جنب لجنب طول الوقت علشان ما ينسلخش اللحم ويحصل تفتر للعضلات. وفي سورة الكهف ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. كلنا عارفين قصة أصحاب الكهف وإن هم مكثوا في الكهف 309 سنة، وربنا سبحانه وتعالى خلال الوقت ده كله كان بيقلبهم من اليمين للشمال، وده اللي ربنا ذكره في الآية اللي أنا قلتها، ولو ما كانش حصل كده كان ماتوا على طول. سبحان الله. المعلومة الثالثة: ينفع الإنسان ما يبلعش ريقه من وقت للتاني؟ طبعا ما ينفعش، لأن لو ده حصل ممكن نتخنق. طيب ده بيحصل ازاي اثناء النوم؟ ربنا سبحانه وتعالى تولى عننا الامر ده. بصوا بقى، واحنا نايمين اللعاب بيزيد في بقنا، فطبعا احنا بنكون في حاله نوم. الفم بيرسل اشاره للمخ ان اللعاب زاد في البق، فالمخ بيرسل امر للسان المزمار، فبيحصل ايه؟ بيقفل فتحه الهواء ويفتح فتحه المريء، وساعتها اللعاب اللي اتجمع ده بيسري لوحده للمعده. ولو العمليه دي ما تمتش ممكن نتخنق ونموت. سبحان من لا تاخذه سنه ولا نوم. وفقا بقى لبيانات المؤسسة الوطنية البريطانية للنوم، بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان 15% من سكان العالم بيمشوا وهما نايمين، وفي اقاويل بتقول مش من المستحب ان انت تصحي واحد ماشي وهو نايم، سيبه وهو هيرجع يكمل نومه تاني. تعالى بقى اقول لك شوية معلومات سريعة عن الاحلام. تعرفوا ان زمان قبل اختراع تلفزيون الالوان وسينما الالوان الناس كانت بتحلم بالابيض وبالاسود؟ يقال ان 75% من احلام سكان العالم كانت بالابيض والاسود قبل اختراع الالوان، و15% بس هم اللي كانوا بيشوفوا احلامهم بالالوان. بيقول لك كمان ان السم والبكم في احلامهم بيستخدموا لغة الاشارة. اما بقى عن تذكرنا للاحلام لما بنصحى، فالدراسات اثبتت ان الانسان بينسى 50% من حلمه في اول 5 دقائق بعد الصحيان. 5 دقائق اللي بعدها ينسى لحد 90% من الحلم. الفيلسوف سيجموند فرويد قال ايه؟ فسر الموضوع ده بان الاحلام عباره عن افكارنا المكبوته. تصحى من النوم ودماغنا بتبدا تشتغل من اول وجديد، وبسبب كثره تفكير الانسان فالمخ اوتوماتيك بيبدا ينسى الحلم اللي بيمثل افكاره المكبوت، وبيتشغل في الافكار الجديده اللي بيفكر فيها. التكنولوجيا والنوم. في السنين الأخيرة ناس كتير بقت بتعاني من الأرق وقلة النوم، بس ده بيرجع لإيه؟ بيرجع لاستخدام الشاشات قبل النوم على طول، أيا كانت آيباد، موبايل، تابلت، أيا كانت. الشاشة الزرقاء دي بتعيق دورة النوم عند الإنسان، ده لأن جسم الإنسان بيفرز هرمون اسمه الميلاتونين. الهرمون ده مسؤول عن تنظيم دورة النوم في جسم الإنسان، بس الفرجة على التليفونات والشاشات قبل النوم بتخلي الهرمون ده ما يفرزش في الجسم كويس، فبالتالي دورة النوم بتتأثر والإنسان بيصاب بالأرق أو النوم المتقطع اللي بيتعب الجسم جدا. تعرف كمان إن الإنسان بيقضي تلت حياته نايم؟ يعني مثلا لو أنت عندك 60 سنة فأنت قضيت 20 سنة من حياتك وأنت نايم. بس في ناس نومها قليل جدا، وده بسبب جين وراثي نادر جدا، والجين ده بيخلي جسمهم ياخد القدر الكافي من النوم والراحة من 4 ساعات نوم بس الناس دي مش كتير خالص. أما مخ الإنسان فبيكون في حالة نشطة جدا أثناء الحلم، لدرجة إن في أجزاء من المخ ممكن تكون أنشط في الحلم عن نشاطها الطبيعي وأنت مستيقظ. النوم ده بقى عبارة عن مراحل. المرحلة اللي بنشوف فيها أحلامنا اسمها مرحلة حركة العين السريعة أو the REM sleep،
والمرحلة دي بيكون جسم الإنسان فيها أشبه من المشلول، وده ليه؟ علشان ما ينفذش الحلم اللي هو شايفه فعليا في الحقيقة. قلة النوم دي بقى حاجة بشعة جدا، لأنها بتأثر على ذاكرة الإنسان والمزاج والتركيز، ولو نمت أقل من الطبيعي حتى لو ليوم واحد ده كفيل إنه يأثر على الأداء الطبيعي لمخ الإنسان. عشان كده النبس من وقت للتاني أو القيلولة من وقت للتاني مفيدة جدا لجسم الإنسان. والإنسان اللي بيفضل صاحي لفترات طويلة ده بيأثر على الجسم بشكل سلبي بشكل كبير. وصحيان الإنسان لمدة 16 ساعة متصلة بيأثر على جسمه جدا، لدرجة إنه بيعادل في الضرر وجود الكحول في جسم الإنسان بنسبة 0.05%. أطول فترة اتسجلت إنسان فضل صاحي هي 11 يوم. الشخص اللي فضل صاحي 11 يوم ده بعدها بفترة جاله اضطرابات ذهنية شديدة جدا. وده لأن النوم مهم جدا، لأن النوم بيساعد على إصلاح الجسم وتجديد الخلايا، لأن فيه هرمونات بتفرز وإحنا نايمين مسؤولة عن النمو وتجديد الأنسجة. الحيوانات كمان ليها أنماط مختلفة من النوم، زي مثلا الدلافين بتنام بنص دماغها بس. ليه؟ عشان تفضل دايما في حالة يقظة وتقدر تتنفس. حاجة تانية عن الأحلام، تعرفوا إن الإنسان لا يمكن يحلم بوش ما شافوش قبل كده؟ على الأقل يكون شافه في حياته ولو للحظة. المجلس الوطني البريطاني للنوم طلع تقرير لذيذ قوي بيقول لك إن أكتر ناس بتنام كويس هي الناس اللي دخلها مرتفع، ودخلها ده بيتراوح من 65 جنيه استرليني ل 75 ألف جنيه استرليني. دخل المرتفع ده هو السبب في نومهم المرتاح. أنا بقى شايفة إن صلاة العشاء مع ركعتين قيام ليل وأذكار المساء خليك تروح في سابع نوم. سابع نومة جت منين؟ سابع نومة دي بقى ملهاش قصة معينة. طيب بنستخدمها ليه؟ بنستخدمها كنوع من أنواع المبالغة. كنت عملت لكم حلقة قبل كده عن رقم 7 ورمزيته ومعني. في الثقافة المصرية رقم 7 رقم خاص شوية وبنستخدمه كتير. 7 هنا رمز للمبالغة، إن أنت نايم قوي ومش حاسس باللي حواليك. تستخدم من زمان جدا جدا جدا. في بقى مقولة تانية بتقول إيه ده أنت نمت نوم كلت رز مع الملايكة. جت منين؟ رز مع الملائكة دي بقى بنستخدمها في النوم لو الإنسان في حالة نوم شديد، أو بنقولها للشخص اللي فاقد تركيزه. طيب جت منين؟ دي بقى ليها جذر شعبي وديني. زمان خالص خالص المصريين كانوا بيعتقدوا إن الملائكة بتنزل على الأرض في أماكن معينة، وقت الدعاء، وقت الطعام، ووقت الخير، علشان تشارك الناس البركة. لما كان بيبقى في حد قاعد في وسط قاعده مش مركز او سرحان يقولوا له ياه انت سرحان قوي، ده انت بتاكل رز مع الملايكه. كان معناها ساعتها ان انت انفصلت عن الواقع اللي احنا موجودين فيه وبقيت بتشارك الملايكه عالم تاني او عالم وجداني او روحاني غير المادي اللي انت قاعد فيه دلوقتي. كنايه عن السرحان الشديد. ومن جيل لجيل تم تداول الجمله لحد ما بقت بتتقال للشخص اللي رايح في سابع نوم. إن لبدنك عليك حق. قللوا من السهر وادوا لنفسكم القسط الكافي من النوم علشان تبقوا مركزين وجسمكم يبقى في أحسن حال. أنا كده خلصت، أشوفكم على خير. ما تنسوش اللايك والشير. باي باي.